أهلاً يا جماعة. النهاردة معانا قصة مليانة حب وخيانة وانتقام. شاب غني عايش حياة مثالية، لكن الغيرة بتاكل قلبه بسبب صاحبه المقرب اللي ناجح أكتر منه، وكمان خطف منه حب عمره. الغيرة تتحول لمؤامرة خطيرة، تهمة ملفقة، سجن وجريمة بتتدبر في الضلمة. الكل يفتكر إن البطل مات، وحبيبته تضطر تتجوز عدوه علشان تنقذ عيلته. ما نطولش كتير، يلا بينا نبدأ. بتبدأ القصة مع شاب غني اسمه مو، عايش حياة أي حد يتمناها، بس هو كان بيغير من أعز صاحب ليه، جان، عشان وقع في حب بنت بيحبها اسمها جي، وكان بيشوفهم قدامه وهم بيستعرضوا حبهم، وهو مضطر يبارك لهم كأنه فرحان. ومش بس كده، مهارات مو في الشغل كانت أضعف من جان، والاتنين بيشتغلوا في نفس الشركة. وأبو مو سون هو رئيس مجلس إدارة الشركة، ودايما يمدح في اجتهاد جان ويزعق لابنه ويقوله إنه فاشل ومش قد جان. وده زود الحقد والغيرة اللي جواه. وفي يوم جان قرر يتقدم لجي رسميا، وقال لمو الخبر، فمو قلبه اتقلب وقرر يعترف لجي قبل ما جان يتقدم لها. عزمها على عشاء وجاب لها هدية، بس هي كانت سرحانة ومستنية ميعادها مع جان، ومشيت بسرعة قبل ما يقول حاجة. وفي نفس الوقت جان اتقدم لجي ووافرت. وجي كانت يتيمة بعد ما أهلها ماتوا في حادثة وهي صغيرة، وعاشت مع عيلة جان وهو اللي ساعدها تتخطى حزنها. ولما وافقت على الجواز بقوا رسمياً مع بعض، ومو اتدمر وراح لصاحبته تشيانغ يشرب لحد ما سكر، وطلع السلسلة اللي كان جايبها لجي وقال إنها المفروض تتجوزه هو. لكن تشيانغ كانت بتحبه فغارت وأخدت السلسلة لنفسها. وبعد كده اتضح إن مو عليه ديون قمار كبيرة، وأبوه أمره يسددها بنفسه، فسرق ملفات سرية من على كمبيوتر جان عشان يبيعها. وجرب جملة كان جان دايما يرددها، وطلعت هي الباسورد، فنسخ الملفات. وتشيانغ شافت كل حاجة ووعدته تسكت. تاني يوم جان لقى مشبك الكرافتة بتاع مو جنب مكتبه، ولاحظ إن الكمبيوتر اتفتح، لكنه في الآخر صدقه، لحد ما حارس الأمن كشف إنه كان موجود بالليل. ولما راح يدور على تسجيلات الكاميرات لقاها متمسحة، لأن تشيانغ حرقتها. ولما سون عرف ضغط على ابنه فاعترف، لكنه عشان يحميه قرر يلبس التهمة لجان وبلغ الشرطة، فاتقبض على جان قدام عيون جي. ومو قال لها ما تقولش لأمه عشان عندها مشكلة في القلب، وجي كدبت وقالت إنه مسافر، وهي كانت ناوية تكشف الحقيقة للصحافة، لكن سون منعها ووعدها يطلعه. فعلا خرج جان، لكنه اتخطف من بلطجية مأجورين من سون، وبعتوا رسالة من موبايله إنه هينتحر، فصدقته جي وانهارت. وبعدها الأخبار أعلنت انتحاره، وأمه أغمي عليها، والشرطة سلمت جي جواب انتحار قالوا إنه بخطه. ورغم إن جثته ما تلقتش، أكدوا إنه انتحر عشان يهرب من العقاب. وساعتها بس جي بدأت تصدق إنه مات فعلاً. كل ده في الحقيقة كان مترتب من سون، هو اللي دبر تمثيلية انتحار جان. وفي نفس الوقت جان كان مخطوف عند شوية بلطجية، وزعيم العصابة بعد ما استلم أوامر من سون كان ناوي يدفنه حي. جان فاق وحاول يقاومهم بكل قوته، لكنه ضربوه على دماغه بعصاية وغمي عليه تاني. ديونج ما قدرش يستحمل يشوف جان وهو بيدفن حي، فكذب وقال إن الشرطة جاية وخلى الكل يهرب بسرعة، وكمان عرض إنه هو اللي يتصرف في جثة جان. وبكده العصابة انسحبت وديونج أنقذه. في الوقت ده سونجاي كانت فاكرة إن ابنها اتقتل بسبب سون، راحت تواجهه واتهمته إنه سرق شركة جوزها زمان وكان سبب في موته، ودلوقتي قتل ابنها كمان. لكن سون أصر إن جان هو اللي سرب ملفات الشركة، وإنه انتحر من تأنيب الضمير ومحدش ليه دعوة بده. سونجاي أقسمت تكشف الحقيقة رغم العذاب اللي كانت عايشاه بعد فقدان ابنها. جي كانت مكسورة هي كمان لأنها لسه مخطوبة لجان قبل ما يموت. سونجاي ما بقتش قادرة تشوفها وطلبت منها تمشي من البيت. جي رفضت لأنها كانت معتبرة العيلة دي أهلها، لكن سونجاي لمتها إنها خبت خبر القبض على جان، ولو كانت عرفت كانت هتقدر تنقذ سمعة ابنها، وأمرتها ما تظهرش قدامها تاني. وكمان أخت جان طردتها وشتمتها وقالت إنها نحس، ومن يوم ما دخلت بيتهم وشركة أبوهم وقعت وأخوها مات.
وبكده جي اترمت بره البيت. في نفس الوقت مو كان من زمان بيحب جي، فكان بيشرب معاها عشان يهون عليها ووفر لها فندق تقعد فيه. وتاني يوم بعد جنازة جان اعترف ليها بحبه وطلب إنها تقبله، لكنها ما كانتش شايفة فيه غير صاحب، وقالت له ما يكررش الكلام ده تاني وإلا حتى الصداقة بينهم هتنتهي. في الناحية التانية سون كان بيتفرج على التلفزيون وشاف سونج آي ناوية تطلع في برنامج تحكي إزاي جوزها وابنها اتقتلوا. ده خلاه يغضب ويخاف، فقرر يدمرها، ولأنه عارف إنها فاتحة شركة بدأ يوقعها فعلا. وبعد أيام اتقبض عليها بتهمة نصب تجاري واتسجنت واتحجز على بيتها. جي اتصدمت وراحت تزورها في السجن، لكنها رفضت مساعدتها وما قالتش ليها حاجة. وفي الآخر واحدة قريبة من العيلة فهمت جي اللي حصل، وما كانش قدام جي حل إنها تطلب مساعدة مو وتحكي له على وضع سونجاي وتترجاه يساعدها. مو وافق لكن بشرط واحد، إنها تتجوزه. عشان تنقذ سونجاي جي ما كانش قدامها حل غير إنها توافق على شرط مو، فمو راح يترجى أبوه يسيب سونجاي، ووعده إنه بعد ما يتجوز جي هياخدها يعيشوا في أمريكا، وإنه من ساعتها هيشتغل بجد. عشان خاطر ابنه سون وافق يخرج سونجاي، وبعد فترة قصيرة خرجت فعلا، وسون ادعى قدامها إنه ده من كرمه، وكمان عرض يساعد يسدد ديونها بشرط إنها تسحب أي اتهام متعلق بانتحار ابنها عشان تحافظ على شغل الموظفين في شركتها. وما كانش قدام سونجاي غير إنها توافق على شروطه. وفي نفس الوقت جي وفت بوعدها ووافقت تتجوز مو، وهو وقتها كان في قمة سعادته. ولما تشيانج عرفت بقرب جوازهم راحت له، وكانت مقتنعة إنه في يوم هيطلق جي لأن الحقيقة هتنكشف، وهي هتستناه لحد ما يطلقها لأنها شايفة إنها أكتر واحدة بتحبه في الدنيا. وفي الناحية التانية ديونج خبى جان في قرية، وكان لسه فاقد الوعي بسبب الضربة القوية على دماغه، وتحت رعاية دكتور القرية فاق أخيراً لكنه فقد الذاكرة. ديونج كان عارفه كشخص كويس بس ما يعرفش هو مين بالظبط. وفي الوقت ده جي كانت بتحضر لجوازها من مو، وأثناء قياس فستان الفرح جت جين ران أخت جان وعملت مشكلة وضربتها بالقلم، واتهمتها إنها نسيت جان بسرعة ورايحة تتجوز غيره. لكن جي مسكت في قلبها حاجة وقالت لها تهتم بنفسها وبأمها. وفي الآخر جي اتجوزت مو. والغريب إن في يوم الفرح جان كأنه حس بحاجة واتلخبط ووقع من على تل. وبعد ما اتجوزت مو سافرت أمريكا وعدى 5 سنين في لمح البصر، وبقى عندهم ابن، ودلوقتي رجعوا كوريا يستقروا هناك. ورغم إن جي عاشت مع مو 5 سنين إلا إنها عمرها ما نسيت جان. وبعد ما مو رجع كوريا تشيانج كانت بتعزمه على عشاء كل شوية وهو يرفض، فقامت راحت بيته وتعرفت على جي وسألتها حياتها ماشية معاه إزاي. فجي قالت لها إنه طيب جدا معاها ومع ابنهم، ولما سمعت كده غيرتها زادت أكتر. وهي ماشية قابلت مو راجع البيت، فتشيانج استغلت الفرصة وقالت له إن جي اشتكت لها إنها مش سعيدة معاه، وإنها واضح إنها عمرها ما نسيت جان. مو صدقها وسأل جي ليه بتمثل عليه الحب. جي سكتت لأنها فعلا ما كانتش بتحبه. في الوقت ده جان كان بقى أعمى ولسه فاقد الذاكرة، والاسم الوحيد اللي كان بيتردد في دماغه هو جي. جان طلب من ديونج يراجع سجلات المدرسة عشان يعرف عنوانه ويمكن يوصل لجي. ديونج راح المدرسة ولقى العنوان، لكن البيت كان فاضي، فسأل الجيران وقالوا له إن جان مات من زمان وإن مراته جي اتجوزت واحد غني اسمه مو. ديونج دور على الإنترنت ولقى خبر جواز جي ومو وعنوان بيتهم، والنهاردة كانت ذكرى ال5 لموت جان. فجي ومو راحوا بيته يزوروه، وجي فضلت تعيط قدام صورته لأنها عمرها ما نسيته، وبعدها أكلوا سوا. جين ران بقت صحفية وبتكتب مقالات كتير عن مو وجي، وده ضايق مو فطلب منها تبطل، لكنها اتخانقت معاه. ديونج كان مستني قدام بيت جي، ولما شافها قال لها إن في واحد اسمه جان بيدور عليها. هي ما صدقتوش وافتكرته نصاب، فاضطر يقول لها إن جان عايش ووراها فيديو ليه. ساعتها بس صدقت وراحت معاه للقرية، وهناك شافت جان بعد 5 سنين فاكرة إنه مات، فانهارت من الفرحة، لكنه كان أعمى وفاقد الذاكرة. ومع إنه مش شايفها ومش فاكرها إلا إنها حست بإحساس قوي ناحيته.
حاولت تاخده المدينة يتعالج، لكن دكتور القرية قال إن صحته ما تستحملش السفر، وكمان حذرها ما تقولوش إنها متجوزة عشان الصدمة ممكن تضره. وديونج كمان حذرها ما تقولش لحد إنه عايش، لأن في ناس لسه عايزين يقتلوه. لكن جي ما استحملتش وراحت قالت لمو إن جان عايش. مو اتصدم وطلب منها تسيبه شوية، لكن طريقته خوفتها، وكل ما فكر أكتر شك أكتر وبلغ أبوه. فسون بعت بلطجية يدوروا على جان، ولما جان وديونج سمعوا الدوشة هربوا من الشباك. ولما البلطجية وصلوا ملقوش حد، وهددوا دكتور القرية، لكنه أنكر إن في حد بالاسم ده. ديونج خبى جان تاني وكلم جي ووبخها. جي بدأت تشك إن مو هو اللي بعت الناس، لأنه الوحيد اللي كان عارف إنه عايش. كلمت ديونج تاني، المرة دي جان رد، فقالت له يستخبر وهي هتيجي تاخده. والبلطجية فضلوا يفتشوا في القرية ويسألوا الناس، لكن محدش اعترف بحاجة. وفي الآخر بلغوا سون ومشيوا مؤقتاً. بعدها ديونج رجع جان، لكن القرية بقت مش آمنة، فقرروا يهربوا. وقبل ما يمشوا جان طلب منه يكلم جي ويقول لها مكانهم. ديونج اتصل، لكن جي كانت بتتعشى مع حماها وما قدرتش ترد. سون سألها مين قال لها إن جان عايش، فكذبت وقالت نصاب. فسون صدقها وحذرها بس إنها ما تتخدعش تاني. بعد ما خلصت العشاء جي جريت على القرية، لكنها اكتشفت إن ديونج كان مشي مع جان. حاولت تكلمه لكنه رفض يرد، ولمها إنها كشفت مكانهم. جي اتحطمت لأنها ضيعت أثر جان تاني، لكن جان كان مشتاق لها جدا وطلب من ديونج يديها العنوان الجديد. فديونج اضطر يقابلها، وجي فضلت تعتذر وتوعده إنها مش هتقول لحد تاني، فأخدها للشقة اللي مأجرينها. ولما شافت جان هو انهارت من المشاعر، ووعدت تهتم بيه من دلوقتي. وبعدها نقلته لبيت كبير كانت مجهزاه كمخبأ مؤقت، وقررت تدور له على علاج لعينه. فسألت تشيانج لو تعرف دكتور عيون، وتشيانج استغربت مين اللي محتاج العملية. فدي قالت مجرد صاحب عادي، وطلبت منها ما تقولش لمو. لكنها أول ما مشيت قالت لمو كل حاجة، ومو استغرب ليه ما طلبتش مساعدته. وتشيانج بدأت توقع بينهم. ولما رجع البيت واجه جي، فكذبت وقالت زميل جامعة تعبان، فصدقها وطلب منها ما تخبيش عليه حاجة. جي اتضايقت من خيانة تشيانج وواجهتها، لكنها استهانت بالموضوع. تاني يوم جي خدت جان المستشفى، والدكتور قال إن رجوع نظره محتاج عملية، لكن لو حصلت مضاعفات ممكن يعمى للأبد. الكلام قلق جي جدا، وما خدتش بالها إن مو بعت حد يراقمها ويجيب كشف بأسماء مرضى العيون. في نفس الوقت تشيانج راحت بيت مو واعترفت له بحبه تاني، لكنه رفضها. وبالليل وصل له كشف المرضى، ولما جي ظهرت خباه بسرعة وسألها لو كانت في المستشفى، فكذبت تاني واتخانقوا جامد. تاني يوم جي لقت كشف المرضى وارتاحت إن جان مستخدم اسم مستعار. وجه يوم العملية وجي كانت مستنية بره أوضة العمليات، وفجأة مو اتصل بيها يفتكرها إن النهاردة ذكرى جوازهم الخامس وعزمها على عشاء. وافقت، لكن بعد العملية النتيجة ما كانتش مثالية، وجان هو كان بيتألم، فاضطرت تفضل معاه ونسيت العشاء. ومو استناها في المطعم بهدية، وبعد انتظار طويل كلمته واعتذرت، فاتضايق وراح يشرب. وتصادف إن تشيانج كانت في نفس البار، قربت منه وهو سكران وباسه، وحد صورهم، وبعدها راح معاها البيت، لكنه فاق ومشي. هددته لو سابه هيدفع الثمن، لكنه تجاهلها. ولما رجع لقى جي رجعت وعايزة تعتذر، لكنه رفض يكلمها. تاني يوم الدكتور شال الضمادات، وجان قدر يشوف خيالات الناس، لكن رجعله صداع شديد. جي حاولت تهديه، وفي الشغل أبوه شاف صورة البوسة في الجرنان وضربه بالقلم وسأله عايز تتطلق بجي، فوعده إن ده مش هيتكرر. وواجه تشيانج، فقالت له إنها هي اللي نشرت الصورة وده تمن إنه سابها. وكمان كشفت إنها لسه محتفظة بالتسجيل الحقيقي اللي كان بيثبت جريمته، فحاول يرضيها لكنها رفضت. وبعد ما مشيت خاف جي تشوف الصورة وحاول يكلمها، لكنها كانت في المستشفى. في نفس الوقت تشيانج قابلت جين ران وعرضت تسيب شركة مو وتساعدها توقعه. وسون جاي سألتها لو بينهم عداوة، لكنها قالت لها هتفهمها بعدين. ومو فضل يدور على جي وما لقاهاش لا في الشركة ولا بيت سون جاي. وهناك قابل جين ران اللي سخرت منه بسبب صورته في الجرنان، وقالت لجي تستاهل.
فدافع عن نفسه وقال إن جي اتجوزته غصب عشان تسدد ديون سون جاي، وجين ران ما صدقتوش لكنها قالت الكلام لأمها، فسون جاي اتصدمت واتوجعت لأنها كانت طردت جي وما كانتش تعرف إنها ضحت بسعادتها عشانها. تاني يوم راحت لجي وسألتها لو اتجوزت مو عشان تسدد ديونهم، وجي اعترفت، فسون جاي اتألمت جدا وحست بالذنب ناحيتها وناحية ابنها اللي كانت فاكراه إنه مات من غير ما تعرف إنه لسه عايش وبيتعالج. وحالة جان اتحسنت والدكتور شال الضمادات تاني، والمرة دي قدر يشوف بوضوح وشاف جي قدامه وهي عيطت من الفرحة، لكن رغم رجوع نظره لسه فاقد الذاكرة، وعشان ما تصدموش كانت مخبية خاتم جوازها. وفي نفس الوقت سون جاي قررت تنتقم من مو وراحت لتشيانج يعرضوا يتعاونوا عشان يدمروا شركته. اجتماعهم شافوا مو وقلق جدا لأنه عارف إن تشانج معاها دليل إنه حاول يقتل جان وخاف تدي الدليل لسونج جاي، فرح لها وواجهها وسألها قابلت سونج جاي ليه؟ فردت عليه بسخرية وقالت له هو أنت خايف دلوقتي؟ سألها عايزة إيه مقابل إنها تسيبه في حاله، فقالت له لو طلت مراته هتفضل مخبية سره. في الوقت ده جي كانت قاعدة جنب جان وبتوريه صور من أيام علاقتهم زمان عشان يمكن يفتكر، وبعد كده رجعت الشركة ومو راح ياخدها بعد الشغل. وهم في الباركينج عربية جريت عليهم فجأة، مو زق يجي بسرعة بعيد وطلع إن السواق تشانج. كانت بتستفز جي وسألتها شفتي صورتي وأنا ببوس مو؟ مو تجاهلها وسحب جي بعيد، لكن تشانج قالت لها لو عايزة تعرفي جان مات إزاي تعالي بيتي عشان أوريكي حاجة، وبعدين مشيت. جي بقى كل أملها إن جان يستعيد ذاكرته، أما موضوع القاتل فهتعرف حقيقته بعدين. ولما رجعت البيت وغيرت هدومها خاتم الجواز وقع على الأرض ومو شافه، فتعصب وسألها ليه مش لابساه؟ فقالت له إنه بيضايقها في الشغل فبتشيله، لكنه اتهمها إنها مش مقدرة جوازهم، فردت عليه هو لما بوس تشانج كان بيقدر الجواز. وابتدوا يتخانقوا جامد. مو من عصبيته كسر كوباية وقطع الإزاز خدش وش جي، ولما سون عرف وبخه جامد. وفي نفس اليوم جان وهو بيدور على ذكرياته وصل من غير ما ياخد باله قدام بيته، وسونج جاي كانت خارجة بالعربية ومفتكرة ابنها مات وما خدتش بالها منه، وعدوا جنب بعض من غير ما يعرفوا. جي اتوترت لما عرفت إن جان مش موجود، كلمته وقالت له يرجع، ولما شافته حضنته جامد وخافت يختفي منها تاني، وهي عارفة إن مو هو السبب في إصابته، فاستغلت الفرصة تفضل قريبة منه وتخطط لانتقامها. تشان كانت لسه بتحب مو وبتضغط عليه يطلق مراته وتهدده إنها تدي الدليل لسونج جاي، وكانوا دايما بيتخانقوا بسبب الموضوع ده. وسون شافهم مرة وواجه مو وسأله ليه دايما مع تشانج، فاضطر يقوله إنها معاها دليل إنه لفق لجان. في نفس الوقت تشانج كانت ناوية تدي الدليل لسونج جاي، لكن سونج جاي استنت كتير وما جاتش، واتضح إن رجالة سون خطفوها، وسألها عايزة إيه مقابل الدليل، فقالت مش هتخبي سر مو غير لو طلق تان واتجوزها. سون وافق يرتب الطلاق بس مش دلوقتي، وطلب منها تستنى شوية، وبوعده ده وافقت تخبي السر مؤقتا، وهو حذر مو ما يزعلهاش. في ليلة نزل مطر جامد، جان حس بصداع رهيج، وفجأة ذكرياته رجعت. تاني يوم جي راحت له وكان حضنهم مليان مشاعر، بس جي كانت متلخبطة ومش قادرة تقوله إنها اتجوزت مو عشان تقدر تقرب منه. جي عينت ديون سواق ليها وقدمته لعيلة مو، ومحدش شك في حقيقته. وبعدها قابلت سونج جاي وقالت لها إن جان عايش، فاتصدمت جدا. وفي اللحظة دي وصلت تشيانج عشان كانت مدعوة شغل وسمعت جزء من الكلام. سونج جاي ضغطت على جي تشرح قصدها، لكنها خافت وغيرت كلامها وقالت ده كان حلم، ومشيت بسرعة. سونج جاي كملت كلامها مع تشيانج وسألتها ليه ما جيتيش امبارح، فادتها حجة ضعيفة. وفجأة وصل لسونج جاي رسالة من جي بتقول لها تطلع عشان عندها كلام مهم، فاعتذرت لتشانج وركبت عربية جي. أول ما مشيوا تشانج كلمت مو وقالت له إن جي بتقول جان عايش وخدت سونج جاي ومشيت. مو اتوتر جدا وبعت حد يراقبهم بس ضيعوهم. جي أخدت سونج جاي تقابل جان، ولما شافت ابنها اللي كانت فاكراه إنه مات واقف قدامها حضنته وعيطت بحرقة. وجان قال لها إن في حد عمل فيه كده ووعد ينتقم. بعدها جان اتصل بمو، ما قالش غير الجملة الشهيرة عندهم، ومو عرف فوراً إنه هو وبعت رجالته يحددوا مكان المكالمة. أول حاجة عملها جان بعد ما افتكر كل حاجة إنه طلب يتجوز جي، لكنها اضطرت تقوله إنها متجوزة. سألها مين جوزك؟
لكنها خافت تقول إنه مو، فكدبت وقالت اتجوزت راجل كويس وطلبت منه ينساها. كلامها دمره. في نفس الوقت مو حاول يقنع أبوه إن جان ممكن يكون عايش، لكن سون رفض يصدق واعتبره هزار. مو سأل جي لو كانت عارفة إنه عايش وكانت بتقابله، فاتصدمت تماماً ونفت إنها شافته. وفي نفس اليوم جان شاف حوار في الجورنان لمو وجي وكأنهم عيلة سعيدة مكونة من 3. ساعتها بس عرف إن جي اتجوزت مو، وبرغم كده جان ما كانش قادر يصدق. كلم جي عشان يقابلها ويفهم الحقيقة، لكنها رفضت، فاضطر يروح لها الشغل بنفسه. وفي نفس الوقت مو وصل ياخد جي ومعاهم ابنهم، وكان جايب لها ورد مخصوص عشان خاطر ابنها. جي مشيت مع مو، وجان شاف المنظر ده بعينه، وساعتها اضطر يصدق إنها فعلا اتجوزته. لما رجع البيت سخن جدا وطلب يشوف جي بإصرار. أول ما عرفت جريت عليه، لكن سون سألها رايحة فين؟ فقالت له تستنى لما ترجع وهتفهمه كل حاجة. وبعد ما مشيت سون فضل يسأل نفسه هو ممكن جان يكون لسه عايش؟ وفي الوقت ده سون جاي قالت له إن جي اتجوزت مو عشان تسدد ديونها. بعد شوية جي وصلت، وجان طلب منها تتطلق من مو، وقال لها إن مو هو اللي حاول يقتله، لكنها رفضت الطلاق. ولما شاف تمسكها اضطر يستسلم. وجي رجعت البيت لوحدها، والحقيقة إنها ما كانتش عايزة تجرحه، لكنها خلاص بقت مرات مو. سونج جاي كانت طايرة بالفرحة عشان ابنها طلع عايش، وقالت لبنتها جين ران الحقيقة. وجين ران اتأثرت جدا وحضنت أخوها وهي بتعيط. جان قرر ينتقم من مو وكلمه عشان يتقابلوا، ومو وافق. والسكرتيرة تشانغ سمعت المكالمة وعرفت ساعتها بس إن جان لسه عايش. قبل المقابلة مو كان مجهز كل حاجة وناوي يستغل الفرصة دي ويقبض على جان، لكن جان كان حاسس بالخطر. ديون حاول يقنعه ما يروحش عشان أكيد فخ، لكنه أصر يقابله وينهي الموضوع مرة واحدة. وكمان الممرضة كيميان سمعت الكلام وقلقت جدا عليه. تاني يوم مو خد ديون معاه للمقابلة، وكيميان من علقها كلمت سونج جاي وقالت لها إن جان رايح يقابل مو. أول ما سمعت الخبر سونج جاي ركبت عربيتها وجريت على مكان المقابلة. بعد شوية جان نزل من عربيته لوحده عشان يقابل مو، وما خدش باله من عربية نقل كبيرة جاية عليه بسرعة من وراه. أول ما شافت المنظر ده جريت بسرعة تحمي ابنها وزقت جان بعيد عن العربية فطلع سليم، لكن سونج جاي هي اللي العربية خبطتها واتصابت إصابة خطيرة. جان جري عليها وسندها وهي كانت بتوصيه يعيش كويس. ديون حس إن في حاجة غلط قريب منهم فجري عليهم، وفي اللحظة دي رجالة مو وصلوا عشان يمسكوا جان. ديون خد جين هو بالعافية وهربوا، بس جان من الصدمة أغمى عليه، فديون اتصل بالإسعاف. مو عرف بحادثة سونج جاي وتشيانغ سمعت مكالمته، سألته هو في حاجة حصلت. اضطر يقول لها إن سونج جاي عملت حادثة، لكنه فضل يأكد إن ملوش دعوة باللي حصل. تشيانغ قالت له إن جان أكيد هيفتكر إنه هو السبب. في الوقت ده جي كانت بتفكر تطلق مو، وتشيانغ راحت تقول لها متعمدة إن جان كان مرتب مع مو يقابله لكنه ما راحش، واللي حصل له الحادثة كان سونج. أول ما جي سمعت عن الحادثة جريت على المستشفى، وبعد ما جان فاق راح هو كمان، وهناك عرف إن أمه ماتت. سونج جاي ما استحملتش العملية وتوفت. أول ما سمع الخبر وقع على ركبته من الودع، وجي وصلت في اللحظة دي وشافت المنظر ووقعت هي كمان من الصدمة، لأنها كانت بتعتبر سونج جاي زي أمها. من ساعتها جان اتأكد إن مو هو السبب في موت أمه، وديون مسكه قبل ما يتهور. وفي نفس الوقت مو كان بيحكي لأبوه اللي حصل وبيقول إن جان مش هيسكت وهينتقم، لكن سون قال له لازم يكون أشرس منه. جي سمعت الكلام كله ودخلت عليهم بالشاي كأنها مش عارفة حاجة. سون سألها هي كانت عارفة إن جان عايش؟ نفت تماما وقالت إنها دلوقتي متجوزة وملهاش علاقة بيه، فبطلوا يشكوا فيها. بعدها قطعت ورقة الطلاق وقررت تفضل في العيلة دي وتساعد جان ينتقم. جان بنفسه راح لمو وقال له إنه هياخد منه كل حاجة. وفي يوم جنازة سونج جاي جي كانت واقفة بعيد وبتعيط وعارفة إن مو هو السبب في كل ده، وقررت تخليه يدفع الثمن. غيرت أسلوبها البارد ولبست وتزينت وراحت لمو وعرضت عليه تيجي معاه حفلة لم الشمل. وفي الحفلة كانت قريبة منه جدا. لأول مرة مو حس إنها بتقرب له، لكن شانج كانت شايفاهم وما
صدقتش إخلاص جي. راحت واجهتها وسألتها هو ده تمثيل عشان تنتقمي لجان؟ جي نفت وقالت لها ما تتدخليش في جوازي. بعد موت سونج جاي ما بقاش غير جان وأخته جين ران، بقوا سند لبعض. جين ران سابت البيت وراحت تعيش مع أخوها، وفي نفس الوقت شطارة جي في الشغل خلت سون يثق فيها ويرقيها، لكن هدفها الحقيقي كان تدمير شركة سون عشان تساعد جان ينتقم. عرفت إن في مساهم كبير في الشركة اسمه إنسو، فقررت تقرب منه ورشحت له جان وقالت له إن بمساعدة جان يقدر يبقى أكبر مساهم بدل سون. وإنسو كان أصلاً مختلف مع سون على الأسهم، فوافق يتعاون معاها، وبناء على كلامها حاول يتقرب من جان، وبعد كذا مقابلة قرر يشتغل معاه. جي فرحت جدا وطلبت منه ما يقولش إنها هي اللي عرفته عليه. في يوم جان اتخطف تاني، واللي خطفه كان سون. عرض عليه فلوس كتير عشان يسيب كوريا ويمشي، لكنه رفض تماما. الرفض ده خلى سون يحس بخطر، وقعد مع ابنه يفكروا يخلصوا من جان، لكن جي سمعت كل حاجة وخافت على جان، فاضطرت تقول لمو لو حصل لجان حاجة هي كمان مش هتعيش. الكلام ده ضايق مو جدا. من حزنه راح يشرب مع تشيانج وشرب لحد ما سكر، وتشيانج قررت تستغل الموقف وكلمت جي وقالت لها إن مو سكران ولازم تيجي تاخده فورا، وجي راحت له على طول. أول ما جي وصلت تشيانج تعمدت تمسك مو وتبوسه قدامها. جي دخلت في اللحظة دي وشاهدهم بعينها، فتعصبت وخرجت وهي مولعة نار. مو فاق شوية من سكره وجري وراها، ولما رجعوا البيت حاول يبرر إنه كان سكران ومش في وعيه، لكن جي ما اهتمتش بكلامه، فاضطر يوعدها إنه عمره ما هيأذي جان تاني. ساعتها بس جي هديت شوية. تاني يوم سون قابل تشيانج وقال لها هيسفرها تشتغل برا. هي فهمت إنه عايز يبعدها عن مو، لكنها رفضت لأنها لازم تجبر مو يطلق فورا. راحت لجي وقالت لها الحقيقة إن مو هو اللي لف لجان تهمة سرقة مستندات الشركة من 5 سنين، ولما جي ما صدقتش شغلت لها فيديو المراقبة، والفيديو كان واضح فيه مو وهو بيسرق الملفات بنفسه. ساعتها جي اتأكدت إنه هو اللي دمر جان، خبت الشريط في درج وقررت تنتقم لجان. في نفس الوقت تشيانج راحت لمو وقالت له إنها سلمت الشريط لجي، وإن جي أكيد هتطلقه لما تشوفه. مو اتصدم وجري على مكتب جي وسرق الشريط. تاني يوم جي لقت الدرج متكسر والشريط اختفى، وعرفت إن مو هو اللي أخده. مو شغل الشريط في السر وتأكد إن التسجيل بيثبت جريمته، فراح لتشيانج تاني وسألها عايزة إيه مقابل إنها تسيبه، فهددته إنها معاها النسخة الأصلية وممكن تنشرها في أي وقت، وطلبته يطلق مراته. مو راح بيتها يدور على النسخة لكنه ما لقاش حاجة، ولما رجعت لقت البيت متبهدل وعرفت إنه هو اللي عمل كده. تاني يوم حذرته ما يعملش كده تاني، لكنه قال لها إنه خلاص زهق منها. كلامه ولعها، فقررت تروح لسون وتقوله إنها هتبقى مرات ابنه، لكنه احتقرها وقال إن جي بس هي اللي معترف بيها ككنة. غضب تشيانج زاد أكتر، فراحت لجي وقالت لها متعمدة إنها نامت مع مو قبل كده. جي ضحكت بسخرية وقالت لها أنت مجرد عشيقة جوزي. تشيانج ما استحملتش وضربتها بالقلم، والمشهد شافه سون ومو. سون اتعصب جدا وقرر يطرد تشيانج من الشغل فورا. جي كانت موجوعة ومكسورة من الضربة، ولولا إنها عايزة تنتقم لجان ما كانتش فضلت في بيت أهل جوزها لحظة. بعدها راحت لإنسو وقالت له إن سون وابنه هم السبب في اللي حصل لجان. إنسو أول ما عرف وعده إنه هيساعده بكل قوته، وفي اللحظة دي جان دخل عشان يقابل إنسو في شغل، ولما شافه واقف مع جي فهم فوراً إنها كانت بتساعده في السر. مش قادر يشوفها بتتألم في بيت أهل جوزها. طلب منها تطلق مو لكنها رفضت، وقالت إنه وجودها جوه البيت ده هو الطريقة الوحيدة تجمع معلومات وتساعد جان ينتقم. وفي نفس الوقت تشانج راحت لسون ترجيه ما يطردهاش، لكنه أصر على قرار الطرد وما سمع لهاش. لما شافت كده تشيانج هددت سون وقالت له يستنى ويشوف، وهي ماشية خبطت في جي بالصدفة وحذرتها ما تتكبرش. مو رجع البيت وشاف الموقف ووبخ تشيانج بهدوء. بروده خلاها تتحطم تماما، وقررت تلقن الأب والابن درس. تاني يوم سون كان محضر اجتماع للموظفين. فجأة اتعرض فيديو لمو وهو بيسرق مستندات من الشركة على الشاشة الكبيرة. سون اتصدم، ومو أول ما وصل شاف الفيديو.
ما كانش قدامه غير يقول لأبوه إن تشيانج هي اللي نشرته. تشيانج كانت بتضغط عليه بالفيديو عشان يطلق جي. لما سون عرف إن معاها دليل، أمر مو يروح يصالحها فوراً. مو راح لها وترجاها ما تنشرش الفيديو، لكنها أصرت يطلق جي. قدام الأمر الواقع وافق وطلب شوية وقت. ادته مهلة وقالت له دي آخر فرصة. بعد ما خرج كان تايه ومش عارف يعمل إيه. في نفس الوقت جان بقى أكبر مساهم في الشركة. لما ظهر قدام سون ومو وقال إنه المساهم الأكبر، الاتنين اتفاجئوا. تاني يوم جي أخدت ابنها تشونهو وزاروا بيت إنسو. من غير ما يعرفوا جان كان هناك. قعدوا كلهم ياكلوا سوا. إنسو قدم لتشونهو خيار، لكنه قال إنه عنده حساسية من الخيار. اتضح إن جان كمان عنده نفس الحساسية، وحس إن في رابط بينهم. تشيانج بدأت تزور مو كتير عشان تكسب ود مرات أبوه كونران، وكونران حبتها جدا. في يوم سون رجع من مشي مع حفيده تشونهو وكان بيعشقه. كونران قالت لتشيانج سرا إن سون ناوي يسيب كل أملاكه لتشونهو. كمان قالت إن جي كانت حامل بتشونهو قبل ما تتجوز، وإن الجواز حصل بسبب الحمل. الكلام ده قلق تشيانج. تاني يوم راحت الحضانة وخدت تشونهو من غير ما حد يعرف. كانت عايزة تقرب منه فخرجت معاه المول ومدينة الملاهي. فجأة مو اتصل بيها فقالت له إنها بتتفق كويس مع الولد، وإن حتى لو طلق جي تقدر تهتم بيه كويس. لكن فجأة تشونهو طلع على سور عالي ووقع وفقد الوعي. مو جري على المستشفى ووبخ تشيانج بعنف. الدكتور قال إن إصابة تشونهو خطيرة وبيعملوا له نقل دم. مو عرض يتبرع بدمه، لكن الدكتور قال إن فصيلة دم الولد مختلفة والمستشفى عنده مخزون كفاية. مو اتصدم لأن فصيلته هو وجي ما ينفعش يجيبوا ولد بالفصيلة دي. بدأ يشك إن تشونهو مش ابنه. جي وصلت المستشفى وهي منهارة. بعد ما مو هدي شوية رجع الأوضة وبص على الأم وابنها وهم نايمين. كان نفسه يصحيها ويسألها الحقيقة، لكنه سكت وراح بار يغرق حزنه. واحد من موظفيه نصحه يعمل تحليل نسب. تاني يوم عمل التحليل والنتيجة أكدت إن تشونهو مش ابنه. اتدمر نفسياً لأنه كان بيحبه جداً. تشونهو فاق وطلب أبوه، لكن مو مردش على اتصالات جي. بعد ما الولد خف وخرج من المستشفى مو مجاش يشوفه. معاملته بقت باردة جداً. جي واجهته لكنه ما قالهاش إنه عرف الحقيقة. كان خلاص مش قادر يعيش معاها. عرف إن تشونهو ابن جي من جان. راح يواجه جان وسأله لو كانت بينهم علاقة وقت ما كانوا بيتوعدوا. جان استغرب جدا ووبخه، لكنه بدأ يقلق. اتصل بجي يسألها لو عندها مشاكل وهي أنكرت، لكن مو سمع المكالمة واتجنن من الغضب وكسر الدنيا وضرب جي واتصابت. عمه دونجري تدخل وأمر جي تمشي فورا. جي راحت بيت إنسو وهناك اعترفت إن تشونهو ابن جان وإن مو عرف. إنسو نصحتها تمثل إنها ما تعرفش حاجة لحد ما تبقى قوية، لكن جي قالت لو لازم هتطلق وتاخد ابنها. إنسو حذرتها إن سون مش هيسيبها تاخد الولد بسهولة. في الآخر اقتنعت ورجعت بيت أهل جوزها علشان خاطر ابنها. تشيانج لقت تقرير تحليل النسب في مكتب مو وبدأت تولع الدنيا، وقالت إن جي اتجوزته وهي حامل من جان عمداً. مو واجه جي وما قدرتش تكذب أكتر واعترفت إن تشونهو فعلاً ابن جان. قالت إنها عرفت بحملها بعد الجواز وكانت عايزة تقوله الحقيقة، لكنه كان دايماً بيتجنب سيرة جان. مو فقد أعصابه وركب العربية ومعاه جي وساق بسرعة جنونية وكاد يخبط ناس في الشارع، لكنه لحق يفرمل. بعد ما هدي شوية جي طلبت الطلاق وقالت إنها مش عايزة فلوس بس تاخد ابنها، لكنه رفض وقرر يعاقبها. مو في الأول فصل جي من شغلها وبعدها طردها من البيت ومنعها تقرب من تشونهو تاني خالص. سون ما كانش فاهم ليه بيعاملها بالقسوة دي، فاضطر مو يقول لأبوه الحقيقة. تشونهو مش حفيده الحقيقي وجي كانت حامل من جان قبل ما تتجوز. سون اتصدم وما قدرش يستوعب إن الحفيد اللي بيحبه مش من دمه. الصدمة كانت شديدة لدرجة إنه أصيب بشلل نصفي وبقى حتى الحركة صعبة عليه. لما مو شاف أبوه بالحالة دي قرر يمسك إدارة الشركة بنفسه وأمر كل أفراد العيلة يمنعوا جي من دخول البيت.
في اللحظة دي جي كانت بتخبط على الباب ومحدش بيرد. دونجري شاف اللي حصل فاضطر ياخد جي على بيت إنسو مؤقتاً. بعدين حاول يقول لجان الحقيقة عن أصل تشونهو، لكن جين ران اعترضت وقالت الاعتراف بالولد هيجيب مشاكل لأخوها. من غير ما يحسوا جان سمع كل الكلام وعرف ساعتها إن تشونهو ابنه. جي كانت يائسة تشوف ابنها فطلبت مساعدة دونجري عشان يطلع تشونهو يقابلها. دونجري وافق واستغل انشغال العيلة وخرج بالولد سراً. وهم ماشيين كونران شافتهم لكنه تجاهل اعتراضه ومشي بالولد. كونران كلمت مو فوراً وبلغته. دونجري ودى تشونهو عند بيت إنسو وقال له يدخل يشوف أمه ويرجع بعد نص ساعة، لكن الولد استنى كتير وما شافش أمه. في اللحظة دي جان وصل واتصدم لما شاف تشونهو هناك لأنه كان عارف خلاص إنه ابنه. فجأة جه واحد من رجال مو وخد تشونهو فوراً. لما جي رجعت ما لقتش تشونهو، ما لقتش غير جان مستنيها. سألتها بصراحة تشونهو ابن مين؟ جي اعترفت إنه ابنه فعلاً. جان طلب منها تتطلق من مو فوراً وقال إنه هيتحمل مسؤولية الأبوة من دلوقتي، لكنها رفضت وقالت حتى لو اتطلقت مش هترجع له. مو عارف من رجالته إن تشونهو قابل جان، فرح له وهو مولع غضب وحذره يقرب من الولد تاني. جان قال له إنه عارف إن تشونهو ابنه وطلب منه يتطلق من جي ويرجع لها ابنها. الاتنين كانوا هيضربوا بعض لكن دونجري تدخل ومنع مو. في نفس الوقت جي كانت واقفة قدام البيت بتخبط عايزة تشوف ابنها. واحدة من الخدم فتحت الباب بعصبية، رمت عليها ملح وزقتها على الأرض. دونجري لما سمع الدوشة كلم جي وقال لها تستنى قريب وهو هيجيب لها الولد حالا. وبعد شوية فعلا وصل دونجري ومعاه تشونهو. أول ما شافت ابنها جي حضنته جامد وتشونهو عيط وفضل يترجاها يعيش معاها. قلبها وجعها من كلامه فوعدته إنها هتخرجه قريب. بعد ما هديته ما كانش قدامها غير إنها تتفرج على دونجري وهو بياخده ويمشي. بعدها كلمت مو وطلبت الطلاق صراحة وقالت إنها هترفع قضية عشان تاخد حضانة ابنها. بعدها جي حكت لإنسو عن خطتها للطلاق وإنسو رشحت لها محامي. المحامي وضح لها إنه رغم إن تشونهو مش ابن مو البيولوجي، لكن لأنها من غير شغل ولا دخل فالمحكمة غالباً مش هتديها الحضانة. بعد ما سمعت الكلام ده جي قررت تشد حيلها وتقف على رجليها. أجرت بيت تعيش وتشتغل فيه وبدأت شركة نشر. بعد فترة قصيرة أخبار طلاقها من مو انتشرت في الجرايد وحتى مساهمين الشركة راحوا له يسألوه عن الحقيقة لأن الشائعات ممكن تأثر على الشركة. مو ما كانش قدامه غير إنه ينكر ويقول إن الأخبار كذب. أحد المساهمين استغل الفرصة ودعا مو وجي على مناسبة. مو راح لجي بنفسه وأجبرها تحضر وهددها إنها لو ما جاتش مش هيخليها تشوف تشونهو. جي قالت لإنسو وإنسو نصحتها تحضر وتستغل الفرصة عشان تكسب حضانة ابنها. لما تشيانج عرفت بالمناسبة عرضت تروح مع مو، لكنه قال إنه دعا جي لإنها مراته. الكلام ده ولع الغيرة جواها. وفي الآخر جي حضرت الحفلة مع هانج مو وتشيانج كانت موجودة. جي دخلت الحمام لوحدها وتشيانج لحقتها، حذرتها ما تتكبرش وقالت إنها قريب هتبقى مرات مو، لكن جي سخرت منها وقالت لها إنها بتحلم. عشان تثبت إن مو بيحبها تشيانج أخدته قدام جي وطلعوا السطح وابتدوا يبوسوا بعض. بعد شوية جي طلعت وتشيانج كانت بتستعرض قصد قدامها، لكن جي ما تعصبتش خالص، بالعكس طلعت $100 وادتها لها وقالت دي مقابل تعبها. تشيانج اتجننت وضربتها بالقلم. في اللحظة دي دخل صحفيين كتير وصوروا كل المشهد. تاني يوم الخبر ملأ الجرايد وفضيحة علاقة مو بسكرتيرته اتكشفت وطلع إن ده كان جزء من خطة جي. المحامي قال لها إن بعد الفضيحة دي المحكمة غالباً هتديها حضانة تشانهو، والأسوأ إن شركة مو دخلت في أزمة بسبب شبهة تهرب ضريبي. في الوقت ده جان عرض يساعد مو يعدي الأزمة بشرط يطلق جي ويرجع لها ابنها، لكن مو فضل الشركة تنهار ولا إنه يرجع جي لجان ومعاهم الولد. سون شاف خبر التهرب الضريبي في التلفزيون، ولأنه مش مستحمل يشوف الشركة اللي بناها بتقع بدأ يتمرن بقوة، والمفاجأة إنه استعاد قدرته على الحركة والكلام. وبعد ما تحسن رجع مسك إدارة الشركة فوراً.
راح لجان وقال له لو ساعد الشركة وسلم أسهمه هيوافق يخلي مو يطلق جي ويرجع لها الولد. الطلب كان أناني جدا، وجان ما وافقش فورا وقال محتاج يفكر. بعدين اتكلم مع إنسو لكنها برضو كانت محتارة. سون كلم جي وقال لها تيجي تاخد ابنها لأنه مش عايز يشوف تشونهو تاني في البيت. جي فرحت جدا وراحت المكان المتفق عليه في الجنينة، لكن استنت كتير والولد ما جاش. اضطرت تكلم سون فقال لها إنه بعت حد يوصله. جي اتخضت ودورت عليه في كل حتة لكن ما لقيتوش، واتضح إن سون أصلاً ما جابش تشونهو وكان عامل الخطة دي كلها عشان يضغط على جان. سون كان متعمد يخلي رجاله يراقبوا جي وينقلوا كل تحركاتها وهي فاكرة إن ابنها اختفى بجد. جي ما كانش قدامها غير إنها تكلم إنسو عشان تساعدها، وإنسو جات بسرعة ومعاها جان. بعد ما سمعوا كل اللي حصل، جان فهم فوراً إن سون بيضغط عليه عشان يوافق على شروطه. طمن جي وقال لها ما تقلقيش وهو هيرجع ابنها، وبالفعل وافق على صفقة سون. أول ما مو وجي يمضوا على الطلاق ويرجعوا الولد لأمه، جان هيسلم كل أسهمه. سون ضغط على ابنه عشان يطلق، لكن مو رفض في الأول، فسون انفجر فيه غضب. وفي الآخر تحت ضغط أبوه، هانج مو اضطر يوافق على الطلاق. قابل جي وسألها إذا كانت فعلا ما عندهاش أي مشاعر ناحيته. جي ما أنكرتش، لكنها وعدته إنها مش هترجع لجان بعد الطلاق، وإن بالنسبة لتشونهو هو دايما أبوه مهما حصل. كلامه لمس قلب مو، قال له تيجي المحكمة تاني يوم الساعة 10 عشان يمضوا على ورق الطلاق. بالليل دخل أوضة تشونهو، ورغم إنه مش ابنه الحقيقي كان مش قادر يتقبل فكرة إنه هيمشي. شغل فيديوهات العيلة القديمة وقعد يتفرج وهو بيعيط. تاني يوم رجع تشونهو لجي وراحوا المحكمة وخلصوا الطلاق. أول ما عرف جان نفذ وعده وسلم كل أسهمه لسون. بعد كده راح لجي وطلب منها تديله فرصة يهتم بيها وبابنه، لكنها رفضت وقالت إنها هتربي تشونهو لوحدها. مو اتألم جدا بعد الطلاق، وتشيانج لما شافت حاله غيرتها زادت أكتر. راحت لسون وطلبت تتجوز مو فورا. في الأول رفض، لكنه فكرته إنها لسه معاها أدلة على جرايم مو، فاضطر يوافق. اتجوزوا، لكنها كانت بتضغط عليه يخلفه وهو رافض الفكرة. تاني يوم تشونهو اشتقله، مسك موبايل أمه وكلمه، ومو رد وسمعه بيناديه بابا. في اللحظة دي تشيانج قربت منه فسكر بسرعة. بعدين كلم جي وطلب منها تجيب تشونهو المطعم عشان يشوفه. جي وافقت، وأول ما شافه حضنه جامد. التلاتة اتعشوا سوا، لكن واحدة صاحبة تشيانج شافتهم وبلغتها. تشيانج راحت لكونران تعيط وتقول إن مو بيقابل جي ورا ظهره وإنه عمره ما نسيها. كونران قالت لها إن جي شبه أمه الحقيقية هان مي، وعشان كده قلبه لسه متعلق بيها. ساعتها تشيانج فهمت وبدأت تتكلم قدامه عن أمه. مو اتعصب جدا لما سمع سيرة أمه، لأنه طول عمره فاكر إنها سابته وهربت مع راجل تاني. لكن تشيانج قالت يمكن في سوء فهم. الكلام لمس جواه حاجة، فقرر يعرف الحقيقة. بعت حد من رجاله يدور على أمه، لكن رجعوا قالوله إنها ماتت من 5 سنين وسبب الوفاة مش معروف، وإنها قبل ما تموت كانت قريبة من أنسو. مو راح لأنسو وهي قالت له إنها تعرف أمه من سنين طويلة، وإن أبوه هو اللي خانها بكونران وطردها من البيت. مو اتصدم لأنه طول عمره سامع من أبوه إن أمه هي اللي خانت. إنسو حكت له المعاناة اللي عاشتها أمه بعد ما اترمت بره البيت. ساعتها فهم إنه ظلم أمه طول عمره. رجع البيت واتخانق خناقة كبيرة مع أبوه، وبعد تفكير قرر ما يبقاش شريك في أخطائه. راح بنفسه وسلم نفسه للشرطة واتقبض عليه، وبناء على شهادته اتقبض كمان على أبوه سون. وهكذا سون دخل السجن بسبب ابنه. لكن المفاجأة إن مو اتشخص بتليف كبدي. رجاله استغربوا جدا، لكنه قال لهم الحقيقة. نصحوه يتعالج لكنه رفض. قبل ما يموت كتب أملاكه لجي وتشونهو، وعمل اجتماع مساهمين ورجع منصب رئيس الشركة لجان. كان ناوي يطلق تشيانج، وقبل الطلاق خطط ياخدها رحلة. وهي بتحضر الشنط لقت ورقة الطلاق محبية في درج، وفهمت إنه ناوي ينفصل عنها.
قبل السفر راح يودع جي وتشونهو، وودى تشونهو الحضانة بنفسه، لكنه فجأة وقع من أزمة صحية. جي جريت بيه على المستشفى، والدكتور قال إنه محتاج زراعة كبد فوراً. جي خافت جداً، ولما جان عرف عرض يتبرع له بجزء من كبده. العملية اتعملت ونجحت، ومو خف كويس. فجأة تشيانج دخلت المستشفى وطلبت منه يمشي معاها، لكنه رفض. جي دخلت في اللحظة دي، وتشيانج اعترفت إن مو ما كانش المفروض يبلغ عن أبوه، وإن اللي خطف وحاول يقتل جان زمان ما كانش سون، لكنها هي، وعملت كده عشان مو. ساعتها مو فهم إنها العقل المدبر لكل المصايب، وشتمها وقال لها إنها مجنونة. تشيانج خرجت منهارة، والشرطة بدأت تطاردها. لما لقت نفسها محاصرة رمت عربيتها في النهر وانتحرت. بعد سنة سون خرج من السجن وقرر يعيش بهدوء. مو خطط ياخد أبوه ويسافروا برا يبدأوا حياة جديدة. قبل ما يسافر طلب من جي تقبل تتجوز جان وتمنى لهم السعادة، وفي الآخر جي وافقت على عرض جان، وعاشوا هما الاتنين في سعادة. وهنا بتخلص قصتنا. الحكاية دي بتفكرنا إن الحقيقة مهما اتدفنت لازم تطلع، وإن الكره والانتقام عمرهم ما بيبنوا بيت ولا بيجيبوا راحة. كل واحد فيهم غلط ودفع تمن غلطه، بس اللي فضل في الآخر هو الحب الصادق والتضحية. جي اختارت الكرامة ومسؤولية الأمومة، مو اتعلم متأخر يعني إيه ندم ومواجهة نفس، وجان أثبت إن الحب مش بس كلام لكن أفعال. أما تشيانج فكانت مثال إن الغيرة والطمع ممكن يدمروا صاحبهم قبل أي حد. لو عجبتكم القصة واستمتعتوا بالأحداث ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد أول بأول. مستني رأيكم في التعليقات، ونشوفكم في قصة جديدة قريب جداً.